البواسير الملتهبة، كتير من المرضى بتيجي زي ما قلنا البواسير نازلة عليها، فيها التهاب شديد، في ألم شديد، في حرارة، المريض مش قادر يقعد. نعالجه ازاي يا دكتور؟ حقيقي كتير من المرضى، واقدر اقول معظم المرضى، بتتحسن بتدخل الدوائي، ولا انصح ان احنا نتسرع بعمل اجراء جراحي في وجود التهاب شديد، لان التدخل الجراحي في وجود الالتهاب هي الجراحة الاعتيادية، والجراحة الاعتيادية هيضطر يشيل جزء كبير، فبالتالي المشاكل المترتبة عليها بتكون كبيرة جدا. شفت حالات للأسف كتيرة بيحصل لها مشاكل، ففي حالات بسيطة جدا ممكن نتدخل جراحيا ويكون في التهابات شديدة غير مستجيبة للأدوية. إنما حقيقي في معظم المرضى أقدر أقول 90-95% من المرضى بتستجيب للعلاج. خلي بالك أنا بتكلم البواسير الملتهبة، بعد الالتهاب ما ينتهي خالص تماما نقدر نعالج البواسير نفسها سواء بالليزر أو بالدوبلر أو بتقييم الحالة. فبالتالي أي مريض يعاني من التهاب حاد في البواسير، آلام شديدة، لو سمحت ابدأ بالأدوية، لا تتسرع في عمل عملية، لأن العلاج المناسب في البداية هو الأدوية وليس العملية.